السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ زكريا. وصفتنا لنهار اليوم هي عبارة على فلون كراميل يجي بزاف بنين، سهل سريع واقتصادي، اي وحده تقدر ديرو فيكم. حبيت نجيبه لكم يكون اقتصادي سهل وبدون فرن. اول حاجه لازم نحتاجوها هي هذو ليمون اللي راهم توندونس واللي راهم دايرين حاله في الاسواق، 4 يديروا ب20 نرف. نروحوا المقادير. نحتاج إطرة تاع حليب مع 2 علب فلون نواره. نحتاج ايضا كراميل تاع الفلون، كما نحتاجو بسكوي يكون ساك وبسكوي بذوق الشوكولا. هنايا نروح نجيب ليمون اللي كنت قلت لكم اليوم، يعني راهم توندونس راهم دايرين حاله وبزاف شابين، ما عندي ما نقول لكم فيهم. راح نديرهم هذوك الكراميل ونحطهم بجيه في كسرونه. رايحه ندير هذاك الفلون تاعي كما راكم تلاحظوا، ونخلطو شويه بالفوي ونضيفو علبه تاع فلون كراميل هذاك اللي يتباع برا. للاسف هنا كانت تقطع لي المحذف، كانت تقطع لي عفوا المقطع لسما درتها وما سكتش نصور. هنايا رحت درت 12 حبه من هذاك البسكوي اللي يكون ساك، يعني تقدروا تشريو اي بسكوي يكون ساك وهو سخون هكذاك. بعد ما غلا فوق النار خلطوا مليح حتى هذاك البسكوي كامل يذوب في الحليب وفي الفلون. هنايا واش نحكم نجيب الحليب تاعي ونروح نفرغوه في لي فيرين. شوفوا يعني اذا ما شريتوهمش راكم تراضيو بزاف ولا بزاف باهيين، ان شاء الله نقدر ندير لكم بهم وصفات ساهلين وبسيطين تقدر اي وحده فيكم ديرهم. حبيت نجيب لكم تحليه خفيفه ظريفه تاكلوها في رمضان وتجيكم بنينه، يعني كما راكم تعرفوا باللي رمضان يليق له التحليات اللي يجيو بنان للسهره. هنايا بعد ما فرغتهم راح نحط في وسطهم حبه كاطو اللي قلت لكم بذوق الشوكولا، يعني اسهل من وصفه هذه ما كانش. نغطيهم بالمغطى تاعهم وندخلهم للثلاجه يبردوا حتى يتماسكوا. بعد ما يتماسكوا راح نقلبوهم ونديروهم في لي فيغين ولا في صحون تقديم، يعني اسهل من هكذا ما كانش. حبيت نقول لكم شوفوا الوصفه، واذا عجبتكم ديروا لي جيم وابوني للوصفه باه يوصلكم كامل جديد. واي وصفه راكم حابينها خليوها لي في التعليق وانا ما عليا غير نلبي الطلب تاعكم. هنايا حبيت نعطيكم فقط كيفاش ديموليو هذا الفلون من المول. شوفوا الفلون هذا ها هو كيفاه جاي، كاين الفوقه كلي مساك كلي حاجه تبقاي دوري فيها حتى تخرج. هذا مكان وتخطي الفلون تاعك شويه والفلون تاعك يكون خارج. في الاخير وصفتنا لنهار اليوم ها هي امامكم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. شوفوا لي هذاك الزين وهذاك البهاء، يعني ما عندي ما نقول لكم فيه، زينوه كيما حبيتوا. ونقول لكم الوصفه هذه صدقوني بالله ماكمش رايحين تشبعوه، والذوق تاعو بنين ويزلق في البلعوم كما يقولوا. يعني بالطبع جربوه ورجعوا لي بالاخبار، يعني وصفه كيما هذه ما كانش كيفها. ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.